السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات التدابير مع تسنيم. مرحبا بكم البنات، ان شاء الله راكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رايحين نحضروا مع بعضنا ألذ بسبوسه مشربه خلوها رمضان. شوفوا بزاف بنينه وهشيشه واقتصاديه بمكونات عندك متواجده في الدار اكيد. شوفوا كيفاه تجي خفيفه كما قلت لكم، مشربه حتى للقلب. اروحوا نحضروا مع بعضنا الوصفه. واش فيها؟ نبداو بالشربات يا البنات. نديرو كاس ونص سكر كيما راكم تشوفوا، وزوج كيسان ماء، وطرونشات تاع قارص ولا تاع البرتقال. هنايا راح نديرها بالتشينا ولا بالبرتقال. المهم يا البنات، حبيت ننوع شويه وندير البنه نتاع التشينا، مع انه راها الفصل تاعها ولا راها وقتها. عندك حباتينا، اروحي حبيبتي خبيها وديري هذه الوصفه وفرحي بها وليداتك. شوفوا زوج طرونشات درتهم في الشربات، والباقي دوكا نكملوه مع بعضنا. نروحوا الوصفه تاع البسبوسه. عندنا 4 بيضات على درجه حراره الغرفه، يعني يكونوا دافيين ما يكونوش باردين يا البنات، باش تنجح لكم الوصفه كما راكم تشوفوا. وعندنا الرشه تاع الملح والكاس تاع السكر، نقعدوا نخلطوا فيه مليح مليح حتى يذوب. نعاود يا البنات، 4 بيضات، رشه ملح وكاس سكر، نقعدوا هكذا نضربوا فيه غير بيدينا برك. اللي تعود ما عندهاش باتور ولا غير بلافوي حبيبتي وانتي دايره ألذ بسبوسه. المهم حبيباتي، شوفوا راني نضرب فيها بالبيا باش يذوب لي السكر مليح مليح، ومن بعد نضيف المكونات الاخرى. منهم عندي مغرفه بومبي تاع لافاني، نحب نبنن انايا ديما الحلويات تاعي بلافاني، ونحبها بودر ما نحبهاش اغوم. ثاني من جهه واحده اخرى، بما انه راني دايره تشينا في الشربات، راح ندير ثاني قشور تاع تشينا لداخل. تحبي تزيدي ديري ثاني تعصري حبه تاع تشينا تعصريها وديريها معاها عادي، ثاني تزيد تجيب بنينه. هنايا يعني خليتها هكذاك، درت غير القشور تاع تشينا، وزدت درت لها كاس تاع زيت كيما راكم تشوفوا. درت الزيت تاع تشينا ودرت مغرفه بومبي تاع لافاني وكاس تاع زيت، وقعدت نزيد نضرب. شوفوا نخلطوا مليح مليح، ومن بعد نضيفوا كاس حليب يا البنات، عفوا يكون دافي. فوالا نضربوه مليح مليح. المهم نحاولوا انه نخلطوا المكونات كامل مع بعضها يتجانسوا، ومن بعد نروحوا نديروا التشيشه نتاعنا. شوفوا حبيباتي، من الاحسن تكون التشيشه نتاعكم متوسطه، تكون مليحه. انا هنا درتها خشينه عليها، احتاجت لي يعني تشرب مليح مليح مي هكذاك، وتشربت لي حتى للقلب. واش عندنا التشيشه حبيباتي؟ درت 2 كيسان ونص التشيشه، وزوج باكيات تاع خميره كيميائيه، خميره نواره. نخلطوا ثاني مليح مليح، ما نخلوش هذوك البقايا تاع الخميره من الفوق. نحاولوا نخلطوها مليح مليح باه تتخلط مليح مع المكونات الاخرى، فهمتوني زينات؟ فوالا. ونوجد البلاطو تاعي. هنا البلاطو تاعي عندي كبير، تحبوا ديروا قل منه نورمال عادي. المهم والله هي الحسب تاعو ولا القيس تاعو والله ما على بالي. مهم احكموا البلاطو تاعكم، ديروا له زيت، شبعوه زيت باش ما تحرق لكمش من تحت. درت في الجناب كيما هكذا، شربتها مليح مليح البلاطو تاعي، ومن بعد نفرغ البسبوسه نتاعي في البلاطو. وتكون الفور يعني مشعلتها من قبل على 180 درجه من التحت ومن الفوق، يعني كل وحده والكوزينير تاعها اكيد. هنايا نفرغوا الخليط كامل، ما نخلو حتى حاجه في لاسيات. فوالا راكم تشوفوا هذيك الطبقه شغل ولات وحدها، يعني طبقه تاع التشيشه وحدها، وهذيك شغل الحليب وذاك. ما تخافوش، غير اخبطوا برك مليح البلاطو بهذا الشكل هكذا، وديروها طيب شهيه طيبه حبيباتي للجميع. شوفوا الله يبارك، يعني قبل ما نصور طاروا بيها ترمو، جات مشربه وبنينه. شكلتها كما راكم تشوفوا، لا زينتها بهذا الشكل. درت فو بيستاج مع طرونشه تاع تشينا. المهم حبه تشينا دارت لي كامل هذه الوصفه. نعم يا حبيبتي، شوفي البسبوسه كيفاش جات مشربه. وش نقول لك، شوفوا حبيباتي، من الاحسن ديروا التشيشه المتوسطه. انا درت خشينه اللي كانت عندي في الدار، حبيت نبارطاجي معكم هذه الوصفه. انا هذه الوصفه ما تخطينيش خلاص، سواء في رمضان سواء في المناسبات كامل نحب نديرها ونفرح بها وليداتي. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو كان خفيف ظريف على قلوبكم. سلام.